ازيكم عاملين ايه؟ بفضل الله وتوفيق ربنا علينا احنا قبل ما نسافر الصين عارفين متطلبات العميل ايه لحد وقتنا هذا. ايه هي متطلبات العميل؟ العميل عايز كواليتي نضيف، سعر كويس في متناول الجميع. يعني مش حد معاه 16 برو ماكس عايز يمسك جراب فلازم يمسكه ب 500 600 جنيه، بل بالعكس ممكن يمسكه ب 100 150 جنيه. طب انا بشرح لك ليه؟ بشرح لك كمحل اللي انت بتنزل تشتري من تجار الجمله تحت، هو بيتعامل معاك ما يعرفش متطلبات العميل في ايه، هو روشته بيقررها معاك، فانت اللي بتتعامل مع العميل فعارف ايه متطلباته. ده انا ليه بحكي لك عشان من كرم ربنا اللي انا بسافر استورد شغل فعارف ايه متطلبات العميل. يعني انا وانت زي بعضينا بنتعامل مع العميل، فهيجي من فضل الله اللي انا اسافر واجيب شغل جمله واديهولك، فانا عارف متطلبات العميل فانا ببيعه للعميل زي زيك. فبقول لك تعالى جرب، تعالى خد، جايب لك كل الشغل الترند اللي موجود في السوق، الشغل اللي لسه ما نزلش السوق، اسعار جميله. سيبك من جشع التجار، سيبك من الاستغلال، سيبك من الكميات اللي انت بتاخدها بتركنها على الرف بيحصل رواكد معاك في الجلابات. لا انا مش بلزمك بشرايح، مش بلزمك باي حاجه، انا بقول لك خد اللي يكفيك، خد اللي يكفي محلك، خد اللي يكفي عميلك بس. عنواننا فين؟ الدواجن حلوان، محل اسمه بص وطل، وبفضل الله تعالى هتشوف الشغل وهيعجبك وربنا يوسع الناس كلها ويرزق الجميع.